في وقت اعتبر فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن ما يجري في سوريا في مقدمة اهتمامات أنقرة، وأكد أنه على اتصال دائم بالرئيس الأسد داعيا له مواصلة حملة الإصلاحات وتنفيذها وتجنب العنف في مواجهة المظاهرات. أكثر ما نخشاه في سوريا عودة أحداث مثل ما حصل في حما وحمص وحلبجة، ونبذل جهدا كبيرا من أجل منع حدوث صراع طائفي هناك. نتصل بجميع الأطراف وننصحهم ونحذرهم من أجل الحفاظ على استقرار وأمن سوريا. ومن جهة أخرى قال عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا قال إن سكان درعا اكتشفوا مقبرة جماعية تحتوي على عشرات الجثث من ضمنها جثث أطفال ونساء. صباح هذا اليوم بعد سماح السلطات لساعتين للتجول للسكان، للأسف اكتشفنا مقبرة جماعية في درعا البلد حوالي 30 متر من المقبرة الجنوبية في تلة محمد الساري. الصور التي أتتنا من هناك أمر مروع حقيقة، عشرات الجثث للأطفال والنساء المتفسخة، وهناك الشهداء الذين نهشت الحيوانات لحومهم.